السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشاي الأزرق. الشاي الأزرق من المتسلقات. المفروض النبات لما بيوصل ل20 سنتي أو 30 سنتي بيبتدي يزهر بنفس الشكل كده. أنا واجب عليا أقص الأزهار دي، ما اسيبهاش في النبات علشان النبات يبتدي يزدهر معانا ويكبر أكتر، لأنه أصلا الشاي الأزرق دائم على فكرة. يعني الشجرة ممكن تعيش من سنة لحد 20 سنة بس تتأسس مظبوط. يعني أنا ربي على فرع واحد زي كده، أشيل الأوراق اللي تحت من الفرع عشان ما تعيقش النمو بتاع النبات بنفس الشكل كده. اي تزهير يطلع هشيل التزهير اللي موجود علشان النبات يطول اكتر واكتر. لما هعمل الطريقه دي، لان كله اصلا كل الفروع طالعه بتزهير اهي، لما بعمل الطريقه دي طبعا الازهار انا هاخدها واجمعها، ممكن انشفها. لما بعمل كده النبات بيطول اكتر معايا، بحطه على حاجه يتسلق عليها وبيبتدي الفرع الاساسي بتاع النبات يتخن، وبناء عليه الشجره تكبر اكتر. كل ما هتكبر اكتر كل ما هتدي انتاج اكتر من الازهار. ده بالنسبه للشاي الازرق. وبالنسبه لنباتات كتير جدا ممكن الازهار تخليها تعجز، ما تخليهاش تطول وما تخليهاش تكبر اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.